هلو، النهاردة الاثنين 4 أغسطس وانا في النبطشية تاني. ماشي، حاسه ان انا هخلل بجد هنا بل انا في قلب النبطشية، انا في الأوضة بتاعة النبطشية. عمري ما سجلت من الأوضة، بس من كتر ما كل ما اجي اخرج عشان اسجل او عشان اخد بريك او اي حاجة، كل ما اجي امشي من مبنى الاقيهم بيكتبوا حاجة ويدونا شغل. بس فقلت الحل الوحيد هو ان انا افضل في الاوضه، اخد البريك بتاعي في الاوضه لتريلي. المهم يا جماعه، كنت بصراحه مجهزه كلام اقوله، وكلام حكيم وجميل ومش عارفه ايه وكده وذو رساله، في رساله منه، ولكن at this point انا بجد عايزه افرغ شويه في كذا حاجه عايزه اتكلم عنها. وهي ان بصوا يا جماعه، في كذا حاجة مش عارفة ابتدي منين بجد. المهم، اول حاجة ان احنا في شهر جديد من بطنة. تمام، احنا عندنا شهرين بطنة، اللي هو internal medicine، وانا في الشهر التاني بتاعها. فمفروض ان كل شهر بنكون في مكان مختلف، مفروض يعني ان ده العادي، ده الطبيعي. فبنقعد بقى نستنى في اول الشهر خالص، اول يوم، او يعني قبل الشهر ما يبدأ على طول نستنى الجدول ونشوف كل واحد هيكون فين. مش احنا اللي بننقي، هما اللي بيختاروا لنا، الريزيدنتس هما اللي بيختاروا لنا، الناس المسؤولة عننا. فانا بقى مستنية وقاعدة وايه، يعني حماس طبعا، حماس مش الحماس الحلو، الحماس اللي هو زي نتيجة الثانوية العامة مثلا، او نتيجة الامتحان، نتيجة اي حاجة. المهم بقى انا مستنية يا ترى هيحطوني فين. وبعدين ايه، short story long story short short story long، هي دي طريقتي فعلا في الحكي. long story short، طلعت في نفس المكان. يعني it was very anti climax بصراحة، حاجة بجد. ايه ده يعني كنت عايزة ابقى في مكان تاني، يعني كنت عايزة فعلا، معرفتش بصراحة رد فعل ايه، مش عارفة ادي رد فعل ايه. نفس المكان اللي هو انا اصلا كنت قاعدة بودع العيانين في سري، اللي هو يلا ده اخر يوم اشوفكم فيه، يلا ده اخر مرة اكون هنا، اخر مرة اخدم هنا وبعدين لقيت نفسي هنا. لا، كانت حاجة. الفكرة انه المكان اللي انا فيه يعني مش بشع بصراحة، انا ما كرهتوش يعني الشهر اللي فات، بس هو بيكون في شغل كتير وكده، وهو كانسر، يعني كل اللي فيه كانسر بيشنتس. ففكرة انه كله كانسر، يعني كأن انا معرفش حاجة غيره، فاهمين؟ مش كأن هو ده فعلا بقى، كأن ان العالم مفهوش غير مرض الكانسر. انتوا متخيلين كل اللي حواليا كده؟ بس المهم خير ان شاء الله. يعني غير كده انا بحب المبنى نفسه. المهم مش هندخل في تفاصيل المبنى. حاجة تانية اللي كنت عايزة افرغها دلوقتي يا جماعة، انا لما احب حد، يعني مش احب فاهمين، لما استلطف حد واشوف ان ايه ده، الشخص ده محترم او كده، قلبي يتفتح لحد. حتى لو كان من اول مرة لسه شايفة مثلا الشخص او الشخصة دي، بحس ان ايه، يعني يستاهل البنانا بريد بتاعي. تمام، ودي معلومة ملاش اي 60 لازمة، بس عشان انا محتاجة افرغ دلوقتي. يعني في ناس كده اول ما بشوفهم بقول ايه، الله انتوا تستاهلوا البنانا بريد بتاعي. مثلا النهارده كان اول يوم ليا مثلا في الكلينيك. يعني انا الصبح كلينيك، الصبح عيادات، وبالليل نبطشيه في مكان تاني اللي هو بتاع الكانسر ده. المهم، فالصبح كان اول مره اشوف ناس جديده وكده، فايه حسيت ان هم يستاهلوا البنانا بريد. ففعلا يعني بالفعل اديتهم انا كان معايا بنانا بريد، فقمت اديتهم من بنانا بريد بتاعي. بس الفكرة انه في ناس بقى تانية بجد بحس ان هم لا، ما يتمرش فيهم. يعني بكون، يعني من كتر ما بيحصل كده، اللي هو من كتر ما انا بقول لكم بتسرع في حوار البنانا بريد ده، ان انا اديهم بنانا بريد. فلما باجي افكر انه في زمان وكده، او عامه لما اجي افكر في اي حد نتخانق او كده، او مش نتخانق، يعني خلاص علاقتنا تدوب، ولا مش عارفه بيتقال عليها حاجه، بتفطر ولا ايه؟ لا، مش تفطر، فاهمين؟ عارفين هو
فاهمين؟ بتموت يعني. المهم تقريبا بقولها غلط اصلا الكلمه، المهم انتوا فهمتوا. فبقعد افكر بقول يا ده انا عملت لكم بنانا بريد، فاهمين؟ يعني بتبقى عاده بتبقى شله يعني، مش هعمل بنانا بريد لشخص واحد، لسه ما فيش هذا الشخص الذي يستحق ان انا اعمل بنانا بريد عشانه يعني. المهم فمثلا تبقى شله، فلما بقعد افتكر الذكريات ما بيننا، من الحاجات اللي بفتكرها انه يا ده انا عملت لكم بنانا بريد يعني فاهمين؟ هو ده انا حتى اديتكم بنانا بريد يعني، دي حاجه. بس طبعا هو بالنسبه لهم ممكن يكونوا نسيوا تماما اصلا ان هم اكلوا البنانا بريد بتاعي ده. بس يا جماعه فدي كانت معلومه ملهاش اي 60 لازمه، بس حبيت ان انا اطلعها عشان ايه، في كذا حد كده بجد بحس ان هما لا يطمر فيهم كذا حد. لان انا now that I'm leaving ان شاء الله now that I'm about to leave أنقرة وكده، فقاعدة بحسب حسابات حياتي كلها، كل صحابي اللي انا عرفتهم من اول حياتي يعني، كل اللي انا عرفتهم من يعني اولى ابتدائي اصلا ولا من كيجي، من ايام الحضانة، قاعدة كده ايه شريط حياتي بيعدي قدامي تمام. بس فبقعد افتكر مين اللي انا فعلا، مش مين اللي انا عملت لهم بنانا بريد، لا مش لدرجه، بس بقعد افتكر يعني يا ما شاء الله يا جنى اهو كذا مرحله المدرسه والجامعه بتنتهي اهي، و I'm getting very emotional على موضوع ان انا هخلص جامعه ان شاء الله يعني. emotional بطريقه انا ما توقعتش ان كده يعني. انا توقعت ولسه في this part برضو اللي هو part ايه، اللي هو توقعت اللي انا هبقى هو اللي هو ان يلا بقى مع السلامة بقى، غوروا في 60 داهية، مش عايزة اشوفكوا تاني ولا عايزة اشوف أنقرة ولا اللي فيها ولا اي حاجة. بس لا it's not that way. في بصراحة الاحساس ده بيجيلي في كل نبطشية يعني. انا حاليا بيجيلي الاحساس ده اللي هو يلا بقى يا رب بقى تعدي بقى، يا رب بقى يعدي الشهر ده وكده. لكن عامة برضو بيجيلي احساس تاني اللي هو برضو احساس الايه كده، عارفين اللي هو الحسرة على النوستالجيا على كده، فاهمين؟ كذا حاجة كده ميكس في بعض. فبيكون كده ايه يعني احساس غريب، ميكس جبن غريب جدا. ميكس جبن، عارفين ميكس الجبن لما يكون فيها بلو تشيز اللي هو هي طعمها حلو قوي، بس في بلو تشيز خازوق كده طعمها غريب مش لايق، بس ستيل طعمها حلو. فاهمين؟ عارفين الطعم ده، الميكس جبن بالبلو تشيز هو بالظبط الاحاسيس دي بالظبط عندي. وهنا البلو تشيز تمثل احساس انه يلا بقى عايزه امشي، ويلا امشوا بقى غوروا من مشي، انا مش قادره استنى ان انا ما اشوفكوش. هي دي البلو تشيز يعني، طعمها بيطغى تمام، بس بقيه الحاجات مخليه برضو الطعم حلو، بس مش قادره اقول ان الطعم حلو. حاسه احساس غريب قوي ان انا اقول ان فتره أنقرة دي كانت فتره حلوه. المهم يا جماعه اتمنى ان انتوا دخلتكم في تفاصيل مش طبيعيه، بس بجد يعني حاسه ان انا مكتومه الايام اللي فاتت دي. كنتش عارفه اعمل اي حاجه في حياتي يعني، كنتش عارفه ان انا كنت عندي كده تنحان غريب، تتنيحه يعني. انا حتى النهارده الصبح في العياده كنت متنحه ومش قادره اخفي التتنيحه دي يعني. المفروض الواحد اول يوم ليه وكده يبين ان هو بقى بيشتغل وان هو هارد وركر، مش عارفه، مش قادره يعني، مش قادره اخفي حته ان انا متنحه وبطيئه معلقه كده، فاهمين؟ بس كده يعني عندي الاحساس ده، وعندي احساس كده يعني هو ميكس الجبن ده بصراحه very accurate. مش قادره اقول عسل اسود لان العسل الاسود طعمه بجد حلو، ف honestly هم اوحش من العسل الاسود. ميكس الجبن يعني برضو عشان برضو ما ظلمهمش، ميكس الجبن على فكره طعمها حلو والجبن حلوه جدا، انا من الناس اللي بتحب الجبن يعني، فالجبن دي حلوه برضو، بس بقى في بلو تشيز في النص. مهم مش هندخل في التفاصيل تاني، انتوا فهمتوا اكيد. بس في الاحساس ده كمان لما بفكر فيها actually on the long run، اللي هو دي عارفين كده لما تتكلموا مع حد في الثلاثينات مثلا ولا في اواخر العشرينات حتى، او في الثلاثينات اربعينات، اي حد كبير يعني. المفروض ان احنا بنصنف كبار، دي سايد نوت، نصنف كبار، ولكن ايه الناس الكبيره بقى، انا بتكلم عن الناس اللي اكبر مننا دول، اللي احنا بنقعد نتكلم معاهم ان ايه، لو نتكلم معاهم ويقولوا اصلا درست جامعه مش عارفه ايه، او ايام الجامعه مرحله الجامعه بيقولوها كانها مرحله، كانها صفحه وخلاص، او it's just one chapter من كتاب كبير جدا.
في حين ان انا حاليا وانا في المرحله دي حاسه ان دي كل حياتي، لان هو ده اكتر حاجه فريش في دماغي، اكتر حاجه انا فاكراها، واكتر حاجه حاسه ان انا اتعودت عليها. انا حاسه ان انا كنت طالبه لفتره طويله قوي من حياتي، يعني انا بصنف نفسي طالبه. يا جماعه انا مش بشوف نفسي ان انا دكتوره، مش قادر يعني. خلاص خلاص انا بخلص. مفروض ان اصلا ماما اصلا في مره بتقولي ايوه المفروض بقى يا جنى تبتدي تعرفي نفسك دكتور جنى، تقولي على نفسك دكتور جنى. ايوه طبعا، مش عارف ايه ماما، وات ار يو سينج، ايه ده، ازاي تقولي كده؟ بس طبعا ما يعني اعرف نفسي دكتور جنى، انا نفسي مش مقتنعه ان انا دكتور جنى، يعني it doesn't sound true. بس المهم، ف غريب قوي بصراحه، حاجه غريبه جدا جدا جدا، حوار انه دكتور جنى. يعني ايه الكلام ده؟ انا بيبي، انا لسه بيبي، او انا لسه طالبه جنى. ماشي، ميديكال ستودنت ماشي تمشي، بدرس ماشي، لا انا في الجامعه ماشي، لكن تقولوا لي دكتوره هجام. انا بيقولوا لي هجام دي هنا تمام، هجام دي هنا بيقولوها للدكاتره او لحد يعني ذو مقام. كنت عايزه اقول لهم لا حضراتكم مش لازم ان احنا نبقى جد قوي كده، بس تمام ماشي. لان كمان يعني على الصعيد الاخر كتير بيقولوا لي انتي تقريبا طالبه صح، اللي هو بقول لهم عامه يعني بقول لهم، مش بقول لهم ان انا دكتوره، هقول لهم انا طالبه. او بقول لهم مثلا اخر سنه، فاللي هو اخر سنه دي امتياز. هما برضو الناس مش كلها، معظم الناس ما تعرفش ايه امتياز ده. طالب امتياز ده ملهوش ديفينيشن معين، لا هو نيرس ولا هو دكتور ولا هو طالب، يعني حاجة كده غريبة في النص كده. المهم، ف بعرفش ارد ايه، فاقول طالبة ماشي تمشي، انت دكتورة يا دكتورة تمام تمشي برضو، انت اللي قلت، انا ما قلتش حاجة، انت اللي قلت ان انا دكتورة. مش عارفة انترن طبعا تمشي، انت لو تعرف يعني ايه انترن ده انت كده جبتها ده انت اصبت بالظبط، هو ده التارجت انترن. بس فكله يمشي يا معلم، كله يمشي حضرتك. بس محبش انا بصراحة اللي بيتكلموا بصيغة يا معلم دي بس anyways يا جماعة، اخدنا على بعض جدا، وانا قاعدة دلوقتي بجد عارفين المهم بلاش ادخلكم في تفاصيل مملة. المهم نكمل. فكنا بنتكلم على ان ايه موضوع الجامعة ده. انا عارفة ان هو eventually once ان انا بس طلعت من أنقرة ان شاء الله يا رب اطلع بسلام وامان ومن غير ما يحصل اي مشاكل، واطلع smoothly كده ماشي. once انا طلعت منها هقول مرحلة الجامعة وعادي الموضوع هيصغر في مخي. بس دلوقتي مش قادرة، ازاي ده كل ده انا اتربيت تربية ما تربيتهاش في بيتي هنا في الجامعة وفي الامتياز. ده الجامعة 5 سنين حاجة، وسنة الامتياز دي حاجة تانية خالص خالص بجد، كله حمادة، والامتياز ده حمادة تانية خالص. يعني انا اتربيت بجد، ولسه يعني ده بس بداية الشغل عشان اول مرة اشتغل، ده ايه ده. المهم، فحاجة غريبة جدا بصراحة، ومش قادرة اتخيل ان انا هتكلم بعد كده عن فترة الجامعة كأنها فترة تشابتر بس، فترة بس من حياتي، جزء صغير، مش هي دي يعني nothing much، يعني مش حاجة كبيرة قوي يعني في حياتي، مش حيز كبير، مش قادرة اتخيلها دي. انا عارفة ان انا مثلا سنة من دلوقتي لما اجي اسمع الموضوع ده، لما اجي اسمع الحلقة دي ممكن اضحك، وممكن ناس كتيرة متخرجة تسمعني تضحك. بس يا جماعة برضو put into consideration انه انا في طب، يعني مش اللي هو 4 سنين، مش كلية 4 سنين مثلا وخلاص مع السلامة، لأ 6 سنين. يعني انا دخلت بيبي وطلعت كبيرة، مع الأسف طلعت شحطة واحدة مفروض يعني بيتقال لها دكتورة، مش عارفة ازاي بس طلعت دكتورة. انتوا متخيلين؟ يعني فاهمين؟ مش نفس الحاجة، مش كلية 4 سنين بطلع منها بريئة ولسه صغنونة وأمورة وكتكوتة، لا احنا بنطلع كبار، وتقال لنا يا دكتور ويا هجام. هجام دي بصراحة يعني انا اتحرمت من كلمة دكتور بصراحة، ما بتتقالش كتير هنا. هجام هي في مقام الدكتور برضه، هجام يعني بالمصري خوجة، على رأي ماما خوجة. بجد كلمة بتستفزني، معرفش ليه for some reason بتستفزني خوجة، اللي هو معناها اللي هو يا معلمي،
ماشي، بس هي مش نفس الدكتور. يعني انا عمري ما قلت لدكتور الجامعة بتاعي يا دكتور، دايما بقول له يا هجام، مع ان نفسي اقول له يا دكتور. ماشي، برضو دي تفاصيل ملهاش اي 60 لازمة. تمام. المهم لحظة واحدة يا جماعة، عشان ايه الريزيدنت باعت حاجة انا اوريدي بعتها. لحظة واحدة معلش. تمام، سوري. هو تقريبا بيتكلم عن حد تاني. لحظة معلش يا جماعة، انا هرد عشان بس دي حاجة مستفزة. المسج اللي قبلها على طول كانت هي. تمام، سوري. بس يا جماعة that's it. يا جماعة actually ممكن اقولكوا على حاجة، بس هي يعني هو ده اهم حاجة هتتقال تقريبا من هنا. وهتبتدي من دقيقة 15، فما اعتقدش الناس كتير هتوصل هنا، بس لو وصلتوا لها فده من رزقكم انكم تعرفوا المعلومة دي. وهي انه مش عارفه اقولها لكم ولا اقولها في فيديو تاني. احسن هقولها في فيديو تاني، معلش. بس اقول لكم حاجه يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انا اتعلمت ازاي اخد دم من البريكيال ارتري. او ماي جاد، سقفولي. بس عايزه احط، عارفين الاوديو اللي هو تسقيف ده، اللي هو ابلوز ومش عارفه ايه وكده، اللي هو بيعمل ايه ده، هو ده بجد. دي كانت من احلامي، ما شاء الله ما شاء الله. اتعلمتها من الشهر اللي فات، وكنت عايزه اقولها اكتشلي، بس معرفتش احشرها في اي بودكاست. اديني حشرتها هنا، وان شاء الله هعيدها تاني في بودكاست تاني من اول الحلقة، عشان كل الناس تعرف ان انا اتعلمت، ما شاء الله كله بفضل الله بصراحة. ان انا اتعلمت ان اخد بلود من البريكيال ارتري. لو مش عارفين بريكيال ارتري جوجل ات بليز. ماشي، بريكيال ارتري ده حاجه في الايد، يعني احسن من الفيمورال، عشان انا قبل كده اتكلمت على قد ايه موضوع ان الفيمورال ده بيكون صعب ان الواحد ياخد منه لكل العيانين، بل هو اصلا في حتت كتيره في المستشفى، في معظم المستشفى ممنوع ان احنا ناخد من الفيمورال ارتري دم. تمام. البريكيال بيكون براكتيكال وجميل وحلو. وبس يا جماعه، مش عايزه اشو اوف اكتر من كده، عشان انا لسه محتاجه السكيلز بتاعتي دي في بقيه النبطشيات. بعد ما اخلص الامتياز هبقى اشو اوف جامد جدا واقول لكم. وخير ان شاء الله، ربنا يبارك لي، وادعوا لي بليز ان انا اخلص الشهر ده على خير، يا رب يا رب يا رب يا رب، اطلع منه بس كويسه جدا، وكله يخلص، كل حاجه تخلص سموذلي. ادعوا لي بليز يا جماعه، ويا رب يا رب ما تاخرش ولا يوم زياده في انقره، الا لو هو ده اللي هيكون فيه خير ليا، ويكون خير حاجه جميله جدا، يعني حاجه تكون انا افرح بيها. عشان عارفين الخير احيانا بيكون في حاجات بتكون احنا زعلانين منها، بس بيكون خير. بس لو سمحتوا ادعوا ان الخير يكون حاجه تفرح جنى. تمام. ادعوا كتير جدا يا جماعه. بس يعني هي دي كانت دردشه موصلي، كان نفسي والله انها تكون ليها معنى اكتر، بس لعلكم تتعلموا الامتياز ده، او حياة جنى دي. اي حاجة، المهم. بس كده يا جماعة، شكرا، باي باي.